عليكم شباب. اليوم يمكن حلقتنا شوي غير. اليوم بتكلم معاكم عن موضوعي في الانكزايتي وتعبي في الانكزايتي والامور اللي انا مريت فيها مع نوبات القلق والهلع والوسواس القهري. هاي الموضوع طبعا انا من زمان تكلمت فيه في حسابي في السناب شات ويدو بي اتش على السناب شات. تكلمت وايد حصل تفاعل، والمشكله ان سناب شات عقب 24 ساعه ينمحون الفيديوهات. انا سجلت الفيديوهات ووايد ناس طلبوا مني اني انا اسوي فيديو حق اليوتيوب، فلانه ما قاعد يمديني، وانا وعدت وايد ناس اني انا بسوي فيديو على اليوتيوب بس صدق ما قاعد يمديني اسوي، فقلت برفع لكم حاليا فيديوهات السناب شات حق اللي حاب انه يشوف وحاب اللي يشارك احد فيه وسواس قهري ولا فيه وسواس نفس اللي انا مريت فيه والمعاناه اللي قاعد على خفيف بس كنت امر فيها. فهذه تجربتي، شوفوها وان شاء الله اذا شفت تفاعل تحت تبون فيديو افضل من هاي، كواليتي افضل، كلام منسق اكثر، ان شاء الله بسوي لكم فيديو ثاني لما يصير عندي وقت ان شاء الله. فاسمحوا لي على التقصير وخليكم مع سناباتي ومعاناتي مع الانكزايتي. يعني انا صار لي صدق فتره طويله كلش انا احاول اعدل نومي بس مو قادر. السبب الاساسي ان انا لما كان فيني وسواس قهري كنت انا دائما خايف من الموت وخايف من اني انا مريض. دائما كنت اوسوس انه كنا صدري يألم، يعني اقل غازات او احساس بالصدر كنت اخاف ان انا قاعد تصير سكتة قلبية، او اذا الم بالعين كنت اخاف او اوسوس ان انا فيني سرطان. والله يبعد عني وعنكم كل بلاء وكل شر وكل مرض وكل تعب، ويرزقنا كل خير. انزين، انا وعدتكم ان انا بسوي فيديو على اليوتيوب بس صراحه ما مداني، فانا بتكلم عن الوسواس القهري مثل ما وعدتكم لكن في سناب، بس بطول شوي. اول شيء انا حاب اوضح لكم ان انا ما بتكلم بالمصطلحات العلميه، انا بشرح لكم عن فكرتي، عن احساسي، عن الاشياء اللي انا مريت فيها والاشياء اللي انا سويتها. انزين، الوسواس القهري عباره عن شنو؟ عباره عن الحاح داخلي، صوت في مخك داخل او يدفعك ان انت تسوي اشياء بطريقه معينه. والناس ما يقدرون يقدرون ايش كثر الوسواس القهري صعب ومتعب ومؤلم الا اللي مروا فيه، لان ما تقدرون تتخيلون الالحاح والاحساس شلون يكون. الزبده، انا وسواسي كان بخصوص شنو؟ كان اكثر شيء وسواسي على الموت والخوف من المرض، اني امرض. واحب اول شيء اني اقول ان الحمد لله الحمد لله ان انا قدرت اتخطى هاي الشغله، وان شاء الله اي انسان يمر في نفس المرحله او حتى غيرها الله ان شاء الله يساعده. يعني انا كنت لو احس اقل احساس بصدري ولا صداع، يعني الصداع كان يبالي كانسر كذي لهالدرجه، الم هني بس سرطان. صدر، الم بالصدر كان عاده انه خلاص الخوف من انه انا قاعد تصير سكته قلبيه انا بموت. ويصيدني بعدين عقب الوسواس او الاحساس هذه يصير الهلع، الخوف، الجزع، الخوف. تعرفون الخوف اللي خلاص تحس انه ما ابي اشرد اتم، ما اعرف شنو اسوي، يعني خوف لدرجه خياليه. بس خلونا شوي اتكلم عن البدايه، مع ان انا يمكن يعني ترى قدروا هاي الشيء انه وايد صعب علي ان انا اتكلم عن هاي المرحله، ولكن لازم اني اقول. بدايتي كانت انا كنت قاعد على المكتب قاعد ادرس، كان وراي امتحان، وانا قاعد مره واحده كنت احس احساس ببطني، شوي شوي قمت احس الاحساس بصدري، كنت اظن اني انا يمكن جوعان، يمكن بطني فاضي، فكليت لكن ما كان قاعد يفيد، كان الاحساس قاعد يكبر، بديت اخاف. فبس رحت حق امي قلت لها يمه بروح المستشفى. ليش؟ ايش فيك محمد؟ ما ادري يمه، انا ابي اروح العياده الحين خلاص. يعني كذي كنت حاس انه خلاص لازم اروح الطوارئ. وهني بدا الوسواس، هني بدا الجزع، هني بدا الخوف معاي. هاي كان التريجر بوينت مالي، من هني بدت المعاناه. وفعلا رحنا العياده، رحنا الطوارئ، انسدحت هناك، قاعد اقول لهم ما ادري ايش فيني، احس النفس ضيق، ما احس اني بموت، قاعد يشيكوني وكل شيء نورمال. تخطيط القلب نورمال، اوكي النبضات شوي فوق لان كنت خايف، لكن تخطيط القلب نورمال، النفس شيكولي نورمال، بطني نورمال. سويت بعدين ظليت يمكن شهرين 3 اشهر وانا من عياده لعياده، لان كل يوم كانت تجيني الحاله. سويت تحليل خروج عزكم الله، سويت تحليل دم، سويت تخطيط قلب يمكن اكثر من 100 مره، سويت يعني كانت حياتي صايره عباره عن انام، اقوم، اروح العياده، اروح المستشفيات، ادور، لان احس ان فيني شيء. والكل قاعد وسواس. متى يكون وسواس قهري؟ لما يبدا ياثر على حياتك الطبيعيه، انه ما تقدر تعيش حياتك الطبيعيه، وانا ابتعدت عن ربعي، عن اهلي، عن اكلي، ضعفت بدرجه. واللي كان يجرحني زود انه كل ما اروح مكان قاعد يقولون لي ما فيك شيء، زين بطني ما فيك شيء، قلب ما فيك شيء،
والحمد لله ما فيني شيء، لكن مخي مو قادر يستوعب، لان انا حاسس انه فيني شيء، انا قادر انه فيني شيء، بس قاعد يقول ما فيك شيء، هاي نفسيا بس. كذي كانوا يقولون الدكاتره. انزين، غير عن الحين المستشفيات، شنو كانت المعاناه في حياتي اليوميه؟ كنت وايد اخاف اني انا اطلع من البيت. كنت لما اربط جوتي عشان بطلع من البيت كان يصيدني قلق وخوف وجزع بشكل كاني خلاص الحين بموت. ما كنت اقدر اكل كورن فليكس لفتره طويله، يمكن لمده سنه كامله ما اقدر اكل كورن فليكس. ليش؟ لان الوسواس اول مره صادني وانا اكل كورن فليكس. يعني يقولون زين شنو مو مهم، مو لازم تاكل كورن فليكس. لا، السالفه مو انه مو مهم اكل كورن فليكس، السالفه انه شيء بسيط كذي ما كنت اقدر اسويه. حياتي في الجامعة أول سنتين كنت أنا التوب ستودنت، يعني اتندنس 100%، أحضر فعاليات، أسوي أشياء وايد، كنت أكتف. مع آخر سنتين خلاص أداوم على السريع، أحضر متأخر بس عشان أحضر وأطلع دايركت. وايد من ربعي ما يعرفون، هم في الجامعة ما يدرون ان انا ليش ما كنت اقعد معاهم، عبالهم بس كذي ونسوني. بس السالفة كانت ان انا كنت مريض تعبان. انزين وفعلا شوي صعب علي لما اتذكر. يعني اكثر شيء اللي يجرح ان انا كنت ميت اتنفس، اذا تقدرون تفهمون. فعلا مناسبات ما كنت اقدر اروح، بنات خالتي تزوجوا ما قدرت احضر لهم. وزعلوا علي وكانوا يعاتبوني، بس ما كانوا يقدرون ان انا اذا مكان كان فيه ناس وايد مستحيل اقدر اقعد هناك، لان اقعد ارتجف، احس ما اقدر اتنفس، ما اقدر اروح اصلا، ما كنت اقدر اروح. وكان وايد الشيء متعب ان الناس ما يقدرون يقدرون، او ما يقدرون يفهمون. ما تقدر تلومهم، ولكن كان وايد شيء متعب بالنسبه لي. يعني حتى من اعز ربعي، يعني ما كنت احب انا لما كانوا يقولون لي حمود انت ما تقعد معانا، حمود انت ما قاعد تجي معانا، حمود انت ما قاعد تطلع معانا، لان انا كنت قاعد اتالم وقاعد اموت كل يوم وكل ساعة وكل لحظة. كنت قاعد انجرح واتقطع من داخل اني انا ابي اعيش بس مو قادر اعيش، اني انا قاعد احس نفسي. يعني انا لو ايش كثر ما اشرح لكم ان انا فعلا كنت ميت، ما كنت اقدر اسوي ولا شيء. ولكن قبل الولكن خلي اقول لكم من الاشياء الاساسيه اللي انا كنت خايف او وايد اخاف منها. اذا احد يطالعني ويقول لي ايش فيك، خلاص اخاف اوسوس، لازم اشوف روحي في المنظره، ها يمكن فيني شيء، يمكن لوني اصفر، يمكن بيصيدني شيء. كل 10 دقائق لازم اسوي كذي. شنو قاعد اسوي؟ قاعد اقيس النبض عشان اتاكد اذا نبضي طبيعي ولا لا. كنت اخاف من العين بشكل خيالي، اخاف انحسد، فما كنت البس عدل، ما كنت اشتري شيء. كان مستحيل انزل صورة او فيديو لي في حسابي في الانستغرام الخاص. وما ابالغ عليكم، بس كنت اروح المستشفى مرتين في الاسبوع، ساعات 3. كنت اصيح، اتألم، اصارخ من داخل، لان الناس مو قادرين يفهموني. انا ما كنت ادري انا شنو فيني كل هاي الاحاسيس اللي قلت لكم، وما ادري ليش. الزبده انا عيست من الدكاتره، فقمت ادور عن اعراضي بنفسي، وهني انا لقيت موقع يشرح حاله الانكزايتي اتاكس. واقسم بالله انه كان من اجمل ايام حياتي، لانه فعلا قعدت اصيح وانا اقرا الاعراض على الشاشه. اخيرا عرفت عشان اواصل، بس ابي اعرف انتم معاي، فكتبوا لي معاك عشان اعرف ان قاعد تسكيب ولا لا. تخيل بعد شهور انا قاعد احس اني مريض، قاعد احس اني يوميا قاعد اموت، بس ما ادري من شنو، ما ادري شنو هو المرض. اخيرا عرفت، اخيرا. ومن بعد رحلة المعاناة هذه الطويلة كنت ما اقدر اكل شاورما. على فكرة شاورما ما اقدر ابلعها، كنت ما اقدر اكل غير عيش وشوية روب وقفشة او قفشة. عشان تفهمون الوضع، هاي القفشة، هاي الحجم، عيش، شوية روب عليه، بس 2 3 منه. هاي كان غداي عشاي. يعني لكن هم اوكي، مرات لما كنت انا اخاف نفسيا، اخاف ما فيني الانكزايتي، كنت اوكي اقدر اكل على خفيف او اقدر اكل بعض الاشياء. واصعب معاناه اللي للحين قمت اعاني منها او بسبتها، هو ما اقدر اعدل نومي. ليش؟ لان لما كان فيني الانكزايتي، اولا ما كنت اقدر انام، ثانيا لما كنت اقدر انام اذا كان فيني اي احساس انطره يروح علشان انام، فعادي كنت اقعد ليل فير. ما ادري انا وين وصلت، بس بعد قاعد اتذكر، لانه وانا قاعد اتكلم قاعد اتذكر اشياء اللي كنت اخاف منها. كنت ما احلق برا، ما اقدر اقعد على كرسي الحلاق، والله ما كنت اقدر اقعد، كان يصيدني قلق خوف، لازم اقوم امشي. فكنت كله احلق في البيت، فكله كنت مبهدل.
بدأت رحلة علاجي. شلون بدأت رحلة العلاج؟ لأن أول شيء اكتشفت شنو فيني وواجهته وقررت. قررت اني انا كنت خايف من الموت، ولكن في الحقيقة انا كنت اوريدي ميت، ما قاعد اسوي اي شيء اللي الانسان العايش يسويه، كنت بس الفرق ان الميت في قبره انا لا هني. وهني بدأ التحدي، وانا اقول لكم تحديت وفشلت، تحديت وفشلت، وخضعت للوسواس اكثر من مرة، ولكن هم واصلت. أنا عندي حب في الحياة، ثاني شيء عندي حب لأهلي، ثالث شيء عندي حب وتحدي وعزيمة وأدري أني أنا أقدر. دورت وايد، رحت كم علاج نفسي واستفدت، وأنصحكم أن روحوا، ليش لا؟ بالعكس روح بتستفيد وايد، خلي يشخصونك، خلهم يوجهونك. صراحة ضروري تروح. أنا رحت، ما رحت كل الجلسات، رحت أقل، لكن أنا الحمد لله عندي موهبة أن أنا أقدر أسوي الشيء بروحي وأتعلم عن الأشياء. وعلى فكرة أنا كل ما أروح العيادة الحين مع أي حد، مع ربعي، مع أي أحد إذا هو اللي مريض، لما أقعد مع الدكتور يسألني هل أنت دكتور؟ لأن صار عندي باك جراوند علمي كبير من كثر ما، لأن كنت أدور شنو فيني هاي الأعراض ذي، فوايد اطلعت على أمراض، وايد اطلعت على مقالات طبية، فصرت شوي كأني المهم الحين انا بختصر عليكم النقاط لان صدق وصلنا وايد. اهم شيء نذكر لكم شنو كانت المعاناة. الحين بختصر لكم شنو كانت نقاط التحول. بحثت اكثر، دورت على شنو في حلول، شفت فيديوهات على اليوتيوب، شريت كتب، قريت كتب، حاولت اطبق اللي في الكتب. النصيحة انا كواحد عانى شيء يقول لك اسأل مجرب ولا تسأل طبيب، اقدر انصحك فيه دائما خل عندك مو امل، خل عندك يقين ان انت بتصير احسن وان انت اقوى. في النهاية هو شيء فيك وانت اللي مسيطر على هني انت. هم نصيحة علاجية علشان تعالج الوسواس. نعم نصيحة واحدة هي، وهي اللي بتحلك الوسواس كله بيروح. اي شيء يطلبه منك الوسواس تسويه علشان تهدأ لا تسويه. اي شيء. بعطيكم مثال. يعني مثلا انا لما كنت اروح مطعم، لما اطلب الاوردر نفس الوقت اطلب البيل. ليش؟ لانه ما بيتاخر علي وابي اشرد بسرعه. يعني اقول له give me one grilled chicken and the bill please كذي بالبدايه. اللي بديت اسويه ان اي شيء يريحني، لان هاي الشيء كان يريحني، خليني اقعد مرتاح، ان ادري ان انا دفعت البيل اقدر امشي اي وقت. قمت ما اسوي، قمت اطلبه اخر شيء. الزبده اي شيء يطلبه منك علشان يخفف الالحاح لا تسوي، لا تسوي. بيكون صعب بس لا تسويه. اقسم بالله العلي العظيم ان انت لو فعلا سويت هذه الشغله الوسواس بينتهي عندك، وبتقدر ان انت ترجع تمسك حياتك. اقول لك بتيجي لحظات قوه بتقدر تسوي هاي الشيء، بعدين ممكن تصير انتكاسه، تمر في الاحساس مره ثانيه، بس لازم تواصل لان كثر الدق. انا نسيت اقول لكم ايش كثر صار لي كم من سنه صار لي انا اعاني الوسواس. اكثر من 3 سنوات وانا امر في الوسواس القهري، وما صار لي تقريبا سنة كاملة من اني انا تخطيته بالكامل، ولكن الحمد لله حياتي وايد تغيرت. الحمد لله مسكتها مرة ثانية وسويت كل شيء. كنت اخاف انزل صورتي في حسابي الشخصي، والحين انا قاعد اطلع لك انت، وقاعد اطلع في الانستغرام، وقاعد اطلع في اليوتيوب، والحمد لله عندي حتى فوق 100,000 مشاهدة. اقصد 280,000 مشاهدة. كنت اخاف اروح مكان في جمعة ناس، والحين انا اغطي فعاليات، وفعاليات زحمة مثل بحرين نور العين اللي كنت اصلا ما اقدر اطلع واشرد. كنت ما اقدر اكل، والحين الحمد لله قاعد اكل بمختلف المطاعم في البحرين ومختلف الاكلات الحمد لله. لكن لحن عندي بعض الامور، اشياء متراكمات او تراكمات لحين مأثرة علي. مثلا انا جسمي كذي متين وعلى قولتهم دب، وهاي ليش؟ لان كنت اخاف العب رياضه، اخاف تصير سكته قلبيه وانا العب رياضه، والحين انا في نادي. انا نومي معتفس. ليش؟ لان مثل ما قلت لكم من ساعه ما كنت اقدر انام، او لازم اذا فيني احساس لازم اول شيء يروح الاحساس عشان انام. وللحين قاعد احاول اعدل هاي النقطه، لان 3 سنوات ما تنام عدل، 3 سنوات ما انام عدل، يا انام ساعات قليله او اوقات كلش غلط، فجدا صعب ان انا ارد اسوي سيستم جديد، بس قاعد اشتغل عليه. من غير ذكر اسامي، ولكن احب اشكر في الختام كل من وقف معاي، كل من وانتم قاعد تطالعون وانتم تدرون اني انا اقصدكم صدق. بعض ربعي وبعض اهلي، يعني لولا الله وانتو انا كان ما بقدر استحمل اني انا اظل ميت لمدة 2 او 2.5 سنين. ف ما اكذب عليكم، انا للحين وايد تجيني اوقات احس انه خلاص بسكر فيديو او ما بواصل، لان انضغط او اكون تعبان او
لكن تواصلكم انتم معاي في مختلف البلاتفورمز، يوتيوب، هني سناب شات، انستغرام، لما تتواصلون معاي واشوف محبتكم لي لما توقفون تصورون معاي، هذه الدافع اللي قاعد يخليني اواصل واواصل، مو بس اواصل كارير او مهنه، اواصل اني انا اعيش. ادري الموضوع وايد كبير، موضوع يستاهل شغل احسن، كلام افضل من كذي، لكن انا جمعت لكم سناباتي، والموضوع وايد حصل تفاعل على سناب شات، ووايد ناس مهتمين كانوا في الموضوع، ووايد ناس كانوا يبونه يكون على اليوتيوب ويبون اللينك يكون عندهم. ان شاء الله ما طولت عليكم. اذا عندك اي سؤال بخصوص الانكزايتي او اي شيء كتبه تحت في الكومنتس، ان شاء الله بسوي حلقه سؤال وجواب في اليوتيوب عن سؤالك، يعني بجاوب على كل اسئلتكم ان شاء الله. فحط لي اسئلتك تحت، وفي النهايه اتمنى الكل يدعي لي، وندعي ان شاء الله يميع حق كل انسان يمر في كل محنه وكل مرض. الله ان شاء الله يشافي كل مريض، الله ان شاء الله يعني يسهل على كل مريض، ودمتوا ان شاء الله بصحه وسلامه انتم واهلكم وعيالكم ومحبتكم، ومع السلامه. حبيبي اللي فيك الوسواس، لا تنسى دائما خليك بطل.